السلام عليكم متتبعين قناة وصفات ام مصعب. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الصابلي اللي كيجي رائع، مكونات بسيطه كيقطع كميه كثيره. ونبداو على بركه الله. عندي هنايا باتيسور، انا دائما كنخدم باتيسور، هي يعني الصابلي تاعي كيبقى هو فئه 200 غرام، وانايا درت هنايا الربع نتاعها بحال اللي درت 250 غرام. عندي هنايا كاس نتاع سنيده. الكاس راه اللي كناكلو فيه الفلو. انا عبرت بالكاس نتاع العنبه، بغيت نعرف هذا شحال كيهز، هبه زايد عليه. المهم انا عبرت بالكاس نتاع العنبه، يعني كاس هذا نتاع العنبه، انا بغيت نعرف هذا شحال كيهز. ها هو كاس سكر سنيده، اللي بغى يضاعف المقادير يضاعف. كاس نتاع الزيت حتى هو معبر بنتاع العنبه، ها هو معكم. عندي هنايا جوج حامضات محكوكين، انا بغيت نخليه طبيعي، ما بغيت ندخل فيه سمكه، نخلي الصابلي تاعي طبيعي. جوج بيضات فيهم شويه د الملحه. هنايا دائما الملحه واخا ما نوريهاش معاكم تحسين الذوق. كنخلط حتى كيولي شكل كريمي. بعد ما خلطناه حتى ولا شكل كريمي هكا، انا عذبتني شويه من حيت الحال راه بارد. وغادي نبداو الطحين. انا عندي هنايا كيلو نتاع الطحين، ها هو معكم. غادي نشوف شحال غادي يدخل وشحال غادي يبقى، اولا نزيد ما نعرف. كنخلطو غير باصابع نتاعنا، كندلكوش. كنستمروا هكا تنجمع نوريها معكم. ها العجينه كي كتجي كتجينا هكا مخويه، وغادي نديرها في الفريغو مده ساعه ولا ساعه ونص، عاد نجبدها معكم. غادي نديرها في السلوفان، نديرها في الفريغو. غادي نديرها في الفريغو وندوز ندوب معكم الشيكولا. غادي ندوزو باش ندوبو الشكلاط. بالنسبه للشكلاط ما وريتوش معكم. الشكلاط انا كندير كالا هي اللي كتساعدني. يعني ما كتجمع ما والو، كتبقى هي هذه فيها نص كيلو، وريتش معكم 500 غرام. اللي عنده كميه كثيره يدير اكثر. انا خليت هنايا جوج طروفات، نشوف واش خصني ولا خصني نزيد. بالنسبه للتذواب انا ما كنديرهاش فوق العافيه، ندير الماء هنايا، ندير الكاسرونه فوقها. دائما الكاسرونه تكون عاليه على حسب الماء، يكون غير داك الباخ، وغادي نردها فوق العافيه طيب باش تذوب ونردها. ما ذوبنا تما مريم، ها هو الشكل نتاعو. انا ما زدت معاه والو، ما زدت معاه حتى حاجه. وغادي ندوزو نشكلو هنايا. ها بالنسبه لهذه
ها هي معكم، هادو راهم موجودين، راه عاد شكل جديد تاع هاد العام. هاي ها المرشم نتاعها موريتوش معكم. بالنسبه لهذه ها المرشم نتاعها كاينه هذه عاوتاني، ونديرو شكيلات اللي عندنا نديروهم. ها المرشم نتاعها هذه ها المريشم نتاعها عاوتاني. بالنسبه لهذه انا عمرت فيها الشكلاط بيض، هذه عمرت فيها الشكلاط بيض. هذه عاوتاني ها المرشم نتاعها، ها كتجي وحده مبلعه وحده متقوبه، يعني بغينا نديرو مبلعه كنديرو من هذا الشكل، بغينا نشكلو هنايا المهم انا غندير على حساب هذا الشكل هنا. ها الاخرى نتاعها. بالنسبه للشكل الاخر ها هو راني معمره فيه الشكلاط بيض، ها هو المرشم نتاعو. المهم الشكل اللي عندكم ديروه ونبداو على بركه الله. انا غادي ندوز نعمر هذه. بالنسبه للعجينه البنات انا الطحين دات معايا 700 غرام. هذا المشكل دائما معايا كنساه، كنقول لكم شحال بقاو حتى التسريعات كنسكر. دات معايا 700 غرام وبقات 300 غرام تاع الطحين. حنا مخليينها تبرد وكنعمرو. وغادي نستمر هكا. هي بعد ما عمرتها غادي ندوزها للثلاجه، وغادي نستمر هكا تنعمر لي موتيف نتاعي كاملين باش تكون بسط العجينه ونتلاقاو. هي بعد ما خرجنا العجينه من الفريغو دازت عليها ساعه ونص، هي بردت. بعد ما بردت حنا خرجناها، غادي ندير النص نتاعها. كان عندكم الميكا السلفريزي ديروها، كان عندكم اوراق الزبده ديروها. انا كندير غير في هاد الاوراق. بعد ما كنبسطوه كنستعينوا بالدقيق نديرو فيه المرشم. كنستمروا هكا حتى كنسالي. بالنسبه للسمك ها هو ما يجيوش رقاق بزاف حيت غادي نديرو فوقهم الشوكولاط. كنستمروا هكا كنديروا المراشم نتاعنا كاملين اللي عندنا. وباش نسالي الصينيه نوجدها باش ندفعها الفران نوريها معكم. بعد ما ساليت الصينيه نتاعي ها هو عمرته، غادي ندفعو الفران يشعله غير لتحت. فران كهربائي انا دايره على حساب الحراره 180. بعد ما كتشد راسها شويه غير واحد شويه لتحت كنشعل الفوق باش كتجي هذاك الجهد باش ما تحرقش ليكم. وكنستمر هكا حتى كنسالي ونتلاقاو. بعد ما البنات خرجنا الشكلاط ها هو الشكل نتاعو كيجا. كتشكلوه نتوما على النوع اللي بغيتو، انا شكلته كما وريتكم. بالنسبه بالنسبه للصابلي نتاعنا ها هو كيجا باش بعد ما خرجته من الفران. دابا غادي ندوزو باش نلصقوه. انا شديت هنا الشكلاط الابيض
فرقت ذوبته، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، ذوبته وفرقته على جوج. هاني النكهه الاولى درتها نتاع التين، النكهه الجوجه نتاع الحامض. وانتم الخصيار نتاعكم تلصقوا باش ما بغيتو. غادي نوري قدامكم. انا الاكثريه لصقت، ولكن خليت باش نوري معاكم. بغيتو تذوقوا هنا بشي عقيقات ولا نتاع الحلوى لصقوا. المهم اللي الخسيار يبقى نتاعكم، اللي قاد على شي حاجه يديرها. بالنسبه للرشمات هنايا راه عندي هنايا 3 رشمات ولا 4. ها هما هادي تاع دوز نتاع الحامض. هذا نتاع الحامض كيتساوى مع هذا الابيض، كيجي زوين في المنيضر. ها هو كي كيجي. كنستمروا هكا كنساليو باش نساليو ونوري معكم. ها هو الشكل نتاعو البنات كيما جا بعد ما ساليته وتلصقت. انا هنايا نكهت النكهه نتاع البرتقال. هذا نكهته بالحامض. بالنسبه للنكهات اللي بغيتو نتوما باش ما بغيتو تنكهوا، اختيار يبقى نتاعكم. وندوزو للشكل نتاع الماكينه اللي درتو، راني حاطاه معكم في القناه. ها هو غير هاد العجينه نتاع الباسطه درت بها هذا. المهم اللي كيعجبو هكا يعجبو، اللي ما يعجبوش يدير هكا. المهم اللي يعجبكم ديروا. انا عجبني درت جوج كيلات هكا وهكا. وندوزو للكعك نتاعنا. ها هو تصورني حطيته معكم في القناه. ها هو راه جا غزال وجا مقرمش ومسيناتو، وجربوه ما تندموش عليه. بالنسبه واحد النصيحه لهذا كسميتو، انا شحال هادي كنت عذب مع الكعك، كنتعذب مع نضلع هذا اللوي ونشرط بالموس وكل شيء. هذا راه موجود، انا قلبت عليه بصراحه ما لقيتوش. يعني دابا حاليا راني قلبت عليه ما لقيتوش، لقيتو عند واحد. الا كان يهمكم الامر وباغيينو غنوريكم منين تجيبوه، كتبوا لي في التعاليق وشاركوا معايا في القناه وديروا لي بالصيمه وتبعونا. الله يتبعنا ويتبع بكم الخير ان شاء الله، ونلقانا الفيديو الجاي.